طيب برضه شوكولاتة، اوكي. نبتدي منين؟ وانا في حاجات كتير قوي عايز اتكلم فيها في المسلسل ده. اول حاجه صوتي وجهرة عيني. أوكي، بس كده، ده اللي كنت عايز اقوله. ما أعتقدش إن في حاجة تانية المفروض تتقال أصلًا. احنا نبدا بالقصه. نبدأ بالقصة، القصه المفروض ان هي ايه؟ قصة حقيقية، لا، ما تقولش لأ، مكتوب ان هي حتى لو تشابهت الاحداث، يعني حتى لو خدناها كوبي بيست، احنا بس هي هي مش قصه متاخدة عن حقيقيه. قصة حقيقية، متاخدة عن قصة حقيقية؟ لا، مستوحى من أحداث حقيقية، مستوحاه بس مش نقش. يعني انا نقش بس. المهم يعني مش بنقولش كده. القصه بتتكلم عن المذيعه مروه الهادي. حصل. عندها برنامج في التلفزيون، والمفروض ان هي مذيعه صوتها عالي بتكشف جرائم الفساد والحاجات اللي بتحصل في الدوله. فبتعمل لقاء مع العجل الاسترادي، حصل. الاستاذ صلاح، اللي هو شغال محامي محامي تقيل وفاسد اه وماسك قضايا ناس كبيرة في البلد. وحواليه كده علامات استفهام كتير. حتى هي في الحلقه كانت عايزه تشد معاه اصلا، بتعمل حلقه قويه وكده. شوفي سبحان الله بقى، يعني عشان مش عارفه البنات ليه بتقع في الراجل التوكسيك. هي حبيته على طول، هو توكسيك وهي حبيته على طول زي فنانه. ما علينا. حصل. هي حبت العجل الاسترادي، وده نهايتها. بس تقريبا دي هي القصه. يعني. نتكلم عن التأليف. اوكي. تأليف محمد رجاء، هو عمل حاجات كتير حلوه قبل انا كده. بحبه. وبعدين هو بقاله كام سنه بيعمل حاجات حلوه جدا. وعمل برضو قبل كده لزينة الليله واللي فيها. انا بحب المسلسل ده قوي. وعمل منى زكي رحله 404 اللي مكسره بالدنيا. حصل بجد. فهو ككاتب عظيم. تحفه. ما هو معلوش غبار بصراحه. هو ككاتب بقى في المسلسل ده هو ما تعبش، ما حصلش، هو بذل مجهود يعني. انا مش عارفه يعني، انا مش عارفه ده يعيبه ولا ما يعيبوش. واكبر دليل لده ان الاستاذه ماجده الحشاش طلعت اكدت كل الحاجه. قالت لا، القصه 80% من القصه ولو هي حقيقية. ما اكدتش فاحنا يعني احنا عارفين ده من فيديوهات، من تفاصيل القضيه فيديوهات سما سند. بس هي مش سهله. ده كده يعني لو ساعة وتاريخ وجابوا نفس القصة حقيقية وعملوها وطلعت وحشة. وعلى فكرة قصص كانت مشهورة أكتر من قصص شيماء جميل. ده حقيقي. يعني هي كقصص هي برضه متسوق لها صح. هي بس ده مش موضوعنا. بس مش عايزين نرجع. هو في كام قصة نجحت أنا بالنسبة لي يعني. بس باقي النجاح ورد وشوكولاتة. لا، مش نجاح، استحالة ورد وشوكولاتة. لا. وده يعود لمين؟ للأستاذة ماجدة الحشاش. الأستاذة ماجدة الحشاش لازم نشكرها كل شوية في الحلقة علشان الست دي ايه، ونقول لها أستاذة عشان هي أستاذة. أستاذة في الماركتنج. وعشان أنا بخاف. أنا أكبر دليل إن هو شاطر الحوار مكتوب حلو. ده حقيقي. يعني الحوار نفسه لا، يعني في جمل رن في وداني لحد دلوقتي من المسلسل. ده حقيقي. وده اكيد ما حصلش في الحقيقه، هم ما جابوش يعني الكوبي بيست. لا، وعايز اقول لك برضو الحاجات اللي هو حطها اللي هي تكاد تكون بسيطه، بس هي يعني لذيذه. حتى لما هو في اخر المسلسل خالص عمل مشهد ما بينها وهي راجعه بقى بعد ما هي ما ماتت وروحه طلعت لها وكده، روحه طلعت له، عمل مشهد كده ما بينهم ماستر سين. ما طلعش هي يعني، ما طلعش، ما حطش الموضوع، يعني خلى الموضوع حقيقي. اللي هي مخطئه وهو مخطئ. يعني ما طلعش هي الملاك البريء مثلا عشان هي خلاص هي الضحيه اللي اتقتلت. ومن اهم الجمل اللي اتقالت وهي طالعه له كده، تفتكر ان امي هتسيبك؟ هي الجمله دي كانت تعرف. وكان انت يا امي ما سبتناش احنا شخصيا. انا نفسي بتطلع والله يا فنانه فعلا، هي ما سبتكيش انت يا فنانه. لا خالص يعني. فهي من الجمل الواقعيه جدا اللي احنا ما اتفقناش على الجمله دي، بس احنا شافوها من قبل اي حاجه. فلا يعني شابوه ان هو درس الشخصيات كويس. والمحامي الشاطر والمذيعه الفجره برضو من القفلات اللي كانت فظيعه في ده حقيقي فعلا. فلا هو عمل مجهود. يعني مش ذنبه ان هو عملها حلوه قوي. يعني هو انا مش عارفه دي ميزه ولا عيب بصراحه. يعني هنجي لها في نروح بقى في المميزات وفي العيوب، ولما نيجي نتكلم عن السلبيات نبقى نتكلم عن الموضوع ده. نتكلم عن الاخراج ولا الشخصيات؟ نتكلم على انت هتفكر انت هتودينا في داهيه. تعالى نبدا بالعجل الاسترادي. وانا اسف ان انا بقول عليه كده، القمر الاسترادي كما قالت ماشي بسنت. اوكي. محمد فراج احنا تقريبا بنتكلم عليه في اي حاجه هو فيها بطريقه ايجابيه. دي حقيقه، لان هو فعلا مرعب. وهو عمل كذا مشهد في المسلسل ده
انا بيعجبني لما بيتعصب كده. انت ايه احسن مشهد ليك في المسلسل ده محمد فراج؟ في مشهد كده معلم معايا قوي، لما هو بيتحول قدامها، يعني هي كانت اللي هي ما لما لما بيتحول كده قوي لا بحس ان هو فعلا، ما هي قالت عليه الاستاذه ماجده الحشاش ان هو خد جحفره عينه. جعفر هي عليها اكسبريشن انا ناسيه ايه من كتر ما هو راجل يعني. هو فعلا قلب عينه كده في المشهد اللي هو خلاص كان طيب معاها، هو وزينه في مشهد ما بينهم كده، هم في اوضه النوم، كان لذيذ وكيوت وكل حاجه. وبرده المشهد ده تكرر. يعني شفتي المشهد مثلا اللي هي كانت مراته جايه وهم في لبنان، ما انا بقول لك ده اللي انا افتكرتك بتتكلم عليه ساعه لما هي اكلتي في طياره ما تنطقي بغض هي فنان ما تكبرش الموضوع بجد. هو فجاه تحول، بقول لك امشي مراتي جايه يعني. مش عايزين نقلد الفنان عشان ما نطلعش شكلنا وحش. لا انا المشهد المفروض والله فاهماني. بس هو الفنان يعني بجد. لا انا المشهد بالنسبه لي التوب، مش يعني المشهد اللي هو القتل حلو قوي كده لا غبار يعني. اوكي. المشهد اللي بيروح لاخته بعد ما قتلها وبيعيط بيلبس جلابيه ابوه. انا ما اعرفش عيطت مع قاتل ليه، بس يعني انا ما اعرفش انا عيطت مع قاتل ليه وكنت محموقه قوي، بس انا صعب عليا. بس انت عارفه ان دي المعلومه الوحيده اللي الاستاذه ماجده الحشاش ما وضحتهاش، ان هو كان مريض نفسي، ان هو كان متبري من ابوه طب ما هل ده اللاين ده هو اللاين ده ممكن يكون يتكلم عليه في الحقيقه خالص. انا بقى هتكلم عليه، ده انا سايباه في اخر الحلقه اصلا. ده مضاف اعتقد مضاف. انا مش بتكلم على اللاين اللي هو كمحامي او لا، هم حبوا يغيروا الشخصيه، بس هم حطوا حاجات يعني هم مثلا خدوا ان هو فعلا كان متجوز قبل كده واتجوزها اول سنه عرفي، بعد كده بقت هو كل ما هو مرتبط بالمثلث بتاع محمد فراج وزينه وام شيماء هو حقيقي 100%. تمام بالظبط. بس في حاجات زيادات سواء في صاحبتها سواء علاقتها بطليقها في يعني حاجات دي زياده اللي هي صاحبتها الانتيم اتجوزت طليقها، الكلام ده بالظبط يعني مش موجود في الحقيقه. بس هل برضو اللاين اللي هو فعلا كان متبري من اهله وكده كان موجود في الحقيقه ولا لا؟ ما اعتقدش، ما حدش منشن ده في الحقيقه. وبعدين هي مش واعتقد استاذه ماجده الحشاش ما كانتش هتسيب ده خالص، يعني لو كان موجود في الحقيقه ما كانتش هتسيب. كان هيجيب لنا بالادويه اللي كان بياخدها. ده لاين بالنسبه لي كان لطيف. طب سيبوا خلق لي مبررات، بس نسيبه مبررات لو انت عندك كلام عليه يعني. عندي كلام عليه. بس احنا محمد فراج فظيع ده كده انا شايفه صفاء الطوخي تيجي قبل زينة قبل الاثنين. انا بالنسبه لي قبل محمد فراج. بس انا الدور بتاعها كنت حاسس ان هو محتاج يكبر شويه، محتاج اشوفها كتير. كنت هتصدق. اوكي الكاركتر ده تخيل تخلص هنا صفاء الطوخي تقفل تلاقي في حلقات انا ما شفتش فيها ام شيماء. يعني ام شيماء مش ظاهره في كل الحلقات معانا في المسلسل. هي كان المفروض دورها يكبر شويه. هم لو كانوا يعرفوا، انتوا لو كنتوا تعرفوا ان هي اللي هتعمل لكم كامبين كانوا هيركنوا زينه بقى. معلش يا فنانه كنتوا حطيتوها على البوستر مكان زينه. بس انا فرحانه قوي بدورها والله. انا عارف هي استاذه ماجده الحشاش بتقول ان هي اتنقلت الدور واخدت طريقتي والدور ده بالنسبه لها وداها. هي كانت نجمه بس بعد الدور ده علاها. مش عارف استاذه صفاء الطوخي محتاجه تتعلم. اعتقد ان احنا تابعنا ام شيماء اكتر من المسلسل، وده باين ان احنا حافظين حاجات. هو تقريبا كل الناس تابعت، يعني في ناس دخلت 3/4 الناس دخلت اتفرجت على المسلسل ليه؟ عشان تشوف الاستاذه شيماء ماجده الحشاش بتقوله يعني. صح. فلا وهي انا مش عارف ازاي هل هي قعدت مع ماجده الحشاش قبل ما اتفرجت على فيديوز يا جماعه. كانت الفيديوز موجوده بس ما كانتش زي دلوقتي. هي ما كانتش زي دلوقتي، بس يعني هي كانت بتقف قدام المحكمه. انت ايه اكتر مشهد لصفاء الطوخي اتوقع ان هو منشن اللي بتقلع في الدهب؟ طبعا المشهد ده كان جبار، ما نزلتش منه دمعه. هي الاكشنز بتاعتها معلش المشهد ده هي وبشوي روزفلت مدير التصوير هنجيله هنجيله. بس بما ان احنا جبنا سيره المشهد ده، هو بطل الحلقه الاخيره والقبل الاخيره بامتياز. لا هي كتصوير كله طول المسلسل لا حلو. انا اصلا بحب الراجل ده قوي. يعني يانجو بلاي صرفه بصراحه. لا يانجو بلاي صرفه اول مره الصرف يبان. هي بتصرف في حاجات كتير مش كسوره بس، مش باينه. مش كسوره بس. طب ما احنا صرفنا اكتر في مملكه الحرير. ما بنقولش كده ماشي. كل مره بنقول ما بنقولش كده وبنقول نقعد نخبط وفي الاخر بنقول احنا عايزين بنرتشي وعايزين نشتغل. بتشتم في الكومنتات. ده وش ناس دي وش ناس هتشتغل. ده احنا مفيش حد ما بيتكلمش عليه. وبعدين يا جماعه بس هو لو احنا ارتشينا، طب ما نقلب تقليبه في القناه كده سريعه، منها فيوز ومنها نشوف يعني ان احنا اللي شتمناهم اكتر. بس ما علينا، مش موضوعنا دلوقتي. يانجو بلاي كانت صارفه وبان الصرف عشان تقريبا عرفنا نصرف في ايه.
نصرف احنا في مخرج كويس، احنا صرفنا نصرف في في حاجات كتير لوكيشنات قوي. حلوه، مخرج وكاتب وفي تصوير. وممثلين. مم. بس فانا كنت مبسوط يعني بصراحه. دي حقيقة. احنا احنا استاذة اتكلمنا زينة. على صفاء الطوخي، نتكلم طبعا على زينة. انا في اول حلقه كنت حاسسها اوفر، بس لا لما فهمت مين شيماء جمال ومامتها عامله ازاي، طب انا هقول لك على حاجة، انا من قبل ما اعرف لا مين شيماء جمال، بس انا ترجمتها قلت يعني في كذا مذيعة بزعقها جه في دماغي غير شيماء جمال. جيتي في الجانب بتاع ريهام سعيد او جه في دماغك ما علينا. بسمة وهبه اعتقد الحتة دي مش هتتاخد، فتيجي نقولها تاني. لا عادي، لا مش عادي. لا عادي والله هتتاخد. اصل هي عامله دور مذيعه قويه. هتتاخد ماشي اوكي. هتتاخد. ازعي بس نوابه لما تطلع تزعق لنا في حاجه، بما ان بقى هتتاخد انا عليت صوتي. قالوا لي هتتاخد يعني بقى يعني عارف لما بيبقى في مذيعين بيطلعوا يزعقوا لنا احنا مش في هجيب ورا موضوع ما بسمة وهبه، عملناهوش. احنا مخبطين في نص المجتمع. انا رايك كمل. بس هي بتتقمص برضه. ماشي ومالناش دعوه. مش هتشوف. اوكي. فلا انا اخدتها من هنا. اصل احنا مش بنتكلم في هي بسمة وهبه فعلا طريقتها قريبه، يعني كنت حاسس ان زينة فعلا طريقتها قريبه لبسمة وهبه اكتر من شيماء بالظبط، اللي هو هي كانت طالعه تطلع تزعق لنا عنيفه احنا. بزياده. بس لما شفت حلقه بقى ربنا يرحمها شيماء جمال كانت قريبه لكده جدا. يعني كانت واصله للمرحله دي كويسه يعني. مشاهدينا الكرام، انا معروف عني في كل حته ان كل كلمه بدليل، مفيش اي خطوه بخطيها في ملف بعمله الا اذا كانت 700 كاميرا متركبه في جسمي. انا نفسي بقى الفنانه زينة ادام احنا بنعرف نختار ورق حلو قوي كده، نركز الفتره الجايه نهدى كده عشان احنا ممثلين شاطرين. ده حقيقي. احنا اللي كان ظالمنا ان احنا كنا بنختار ورق مش قد كده، مش لايق على موهبتنا. انا اتيتيود زينة ورياكشناتها يعني ليها شكل كده لوحدها. لما بتيجي تتعصب ليها شكل، هي يعني يونيك ما بتبقاش جدا. شبه حد. فلا بحب تمثيلها عامه، يعني زينة جميله عامه. بحب تمثيلها عامه بس في بعض الحاجات ما بحبش. لا مش في بعض، عشان يعني مش عشان ما بحبش. هي نفس في رمضان ما بتعجبنيش خالص. ما ده يعني بصراحه يعني نقول يعني في رمضان يعني في برنامج ديني في رمضان ما عليه. لا مش لطيف. ما ده اللي انا بقوله، نختار ورق عشان الورق هيخلينا نعرف نعمل هي حاجه كويسه. تقريبا رجاء الكاتب بيكتب لها ورق حلو. لان ليلى واللي فيها برضو انا كنت ساعتها حسيت ان هي عملت كومباك، اللي هو طب ما حلو اهو، طب ما احنا عندنا جوه اهو. فخلينا عايز اقول لك على حاجه، هو كاتب لاعلى سعر. فالاعلى سعر برضه هي كانت حلوه فيه قوي. هي تقريبا ما بتنورش غير مع فهي بتنور مع استاذ محمد رجاء، فلو في كيمياء ما بينهم محمد العدل برضه وهاني خليفه. هي مع محمد العدل على طول. برضه هو بيعرف يوظفها صح. واللي فيها كان هاني خليفه بالظبط. والاعلى سعر محمد العدل برضه صح. فهي معاها كرو كده بينورها، لما تطلع براه بتضلم. او نختار كرو تاني احلى، ما في ناس تانية شاطره يا جماعه، فاهم؟ فهنختار بقى. هي نورت في جعفر العمده وضلمت تاني، بس مش عايزين نقول كفايه استاذه زينة. كفايه استاذه زينة وكفايه عك بقى. كفايه عك. عك احنا كفايه ماشي. عشان كده خلصنا. تعالي ناخد بس لا مش نصاص الشخصيات. مها نصار كانت شطوره. مها نصار كانت حلوه جدا. كانت شطوره قوي. مها نصار شطوره. مراد مكرم مش هعرف اقول ان هو وحش، استحاله. لا لذيذ وعامل دور عجل فرادي التاني بطريقه لطيفه جدا. هو اقنعني ان هو عجل اكتر. يعني هو يعني مش والله ما تنمر، بس هو بجد اقنعني ان هو عجل اكتر، لان هو ما كانش باقي، على الاقل ده عيط شويه. ايوه لا ده ما فيش. ده راح عمل افتر بارتي. اكلوا كفته وكباب بعد بكل برود فالموضوع لا بكل برود وشهيه. مين تاني مش عايزه انساه؟ بنتها ممكن مش من دور القوي قوي، بس هي طفله مقبوله. شطوره. يعني طفله جميله مقبوله. محمد سليمان دوره لطيف بس برضو مش افكتيف قوي، بس لطيف. كان في حد كنا هننساه. مين؟ مريم. مريم الخشت. كان عامله دور حلو جدا قوي كالعاده. انا بقول على ناس ممثلين كتير قوي اي واحده حلوه بقول عليها، بس ده مش موقفي بصراحه. بدات الناس بتقول لي انت اي واحده لا كالعاده. مش كالعاده. لا هي مريم الخشت كانت عامله دور حلو. ليه بقى؟ كان ليها مشاهد منوره قوي. شفتي لا انا اكتر مشهد بالنسبه لي مؤثر لما هو قتلها وجالها قال لها انا عملت اللي انت عايزاه وقتلتها علشان مش انت قلتي انا بحب واحده زي دي، قتلتها علشانك. طب يا سيدي شكرا. فاللي هي انا قلت لا انت مش اكيد مش هيضحك عليكي بالكلمتين المتخلفين دول، لا ضحك عليها عادي وهي صدقت. ما هو انا ترجمت المشهد ده ان هي مش اتضحك عليها، هي اسم برضو وابوها اسم،
فنداري الجريمه داري الدنيا دي. عشان عيالي. انا قلت برضو كده، انا حاسه بكده، بس لا ما طلعش كده، لان بعديها بمشهد دين لما بالليل كانت مع ده اسمه إيه؟ جوزي وده الوحيد اللي مع انا مين بقى حبيته. الممثله آية سليم. آية سليم دي كانت حلوه برضو دي كياده جدا، انا بحبها قوي. هي المشهدين دول كانوا حلوين قوي. اول مشهد بس ليها مع عملتها حلوه فراج، قوي، والمشهد اللي هي مع مريم الخش ده اللي صح. هي قالت لها ده جوزي واول حد حبيته كده، واخوها يوسف حشيش. يعني الدور مش بيقول حاجه، الدور مش سامح له ان هو يبين ان هو بيعرف او ما بيعرفش. ابقى شريره يعني انت على طول شريره، بس قولي يعني كمل شرحي. كملي. هو احنا لسه قايلين ايه على آية سليم؟ لا دي حلوه جدا، وهي عملت مشهدين ايه؟ بس خلاص، بس المشهدين مش بتوعها هكمل. لا ثواني عشان نكون منصفين. لا المشهدين بتوعها فيهم مساحه تمثيل ان هي تبين هو مشاهده فيها ايه. ما وصليش ان هو ني كفايه. وليه ما كانش ني؟ لا ني، خدتي فكره؟ لا ني، ما كانش ني ني والله ما كان ني، والله ني. ما كانش ني. نتكلم على الاخراج. نتكلم على الاخراج. اوكي ماشي. احنا قلنا المسلسل حلو بالظبط، والاداءات عظيمه، اوكي الصوره تحفه كادرات حلوه جدا جدا، فاكيد ورا كل ده في مخرج شاطر. صح. هل هو فكره كل اعماله؟ انا في اعمال كتير بحبها وفي اعمال كتير ما بحبهاش بصراحه. بالظبط. بس ده من الاعمال اللي بحبها. انا دايما عندي شعور تجاه استاذ محمد العدل. احنا قلنا كده كده هو شاطر بس انا حاسه ان هو ما عندوش بصمه. ما عندوش الحاجه المميزه، هو بيعمل البيزك يعني البيزك بتاع الحاجه. هو انا مش هضايقك، بس في نفس الوقت مش هخليك تقول ايه واو، مش هبقى انا بطل العمل. الجمدان ده لا هي مش بتاعته، بس هو مش يعني بطل دي العمل مش اللي عمل. ما بيعملهاش. يعني كريم الشناوي بطل اعمال. انا بالنسبه لي كامل ابو ذكري، انا ممكن ابقى معديه ما اعرفش ايه اللي شغال ده، دي كامل ابو ذكري. كنا لسه بنتكلمين على الست مروان حامد بطل العمل. في مخرجين بيبقوا اللي هو ايه، لا يا جماعه انا ليا بصمتي وهتقفش اذا كان ده عملي ولا لا. بس العمل ده برضو مش هنحكم عليه ان ممكن يبقى المخرج هو شاطر، لان البطل بتاع العمل ده هي استاذه ماجدة الحشاش. مثلت صوتي، حركاتي، الدهب اللي انا بلبسه، هي درست الشخصيه كويس. ايوه. فانا بفتقد حته البصمه. اوكي انت بتفتقدي حته البصمه. انت جايه تفتقدي النهارده وتمشي. ماشي، بس خلينا نتبنى الجانب الاخر. ان مثلا الاستاذ الكبير شريف عرفة لما بيجي يعمل اعماله بيقعد على الورق، بس ما بتشوفيش كادر مختلف، بس بتشوفي حاجه عظيمه جدا. يعني ايوه انا بشوف حاجه عظيمه ليه. ما انا بقول لك، ما دي الفكره. هو بيقعد على الورق كويس، بيقف للممثلين، بيخليهم بيطلع منهم احسن حاجه، بيعرف يضحك. واحنا كنا بنتكلم من شويه ان زينه ما بتشوفهاش منوره غير مع محمد رجاء الكاتب ومندو العدل. رحت انا رديت عليك وقلت لك ايه ولا الليله واللي فيها كان هاني خليفه. اوكي ماشي، انا قلت لك هي هتنور لو ورق حلو ومخرج شاطر. انا بقول لك بقى، يعني هو مش عشان محمد العدل مش بيعمل، يعني محمد العدل يعني مش بيعمل الحاجه الجباره اللي هو هياخد لك بقى شوت من تحت الكنبه طالع لفوق السرير، مش هيعمل الحاجات دي يا سيدي. انا مش عايزه ده، بس ما هو انا مش عايزه ده. يعني في المسلسل مش دي انا مش دي مشكلتي. انا مش عايزاك تتشقلب عشان اقول عليك ان انت ايه ده واو، بس انا مش يعني مش حاسه من الاخر مش يعني الممثلين والمدير التصوير والاداءات ومش عارفه ايه كانوا هم الابطال. كان واقف في مشهد كده ورا، فلت منهم طب مشهد. اتفضل انت نفسك طلعت اوكي غلطه. انا فعلا في حلقه من الحلقات اللي هو المشهد اللي كانت مراته جايه فيها وهم كانوا بيتواجهوا، قالت لا انا مش همشي انا مش همشي، ولا لا لازم تمشي، عشان هو المشهد ده كان فيه تلفزيون، وتحت التلفزيون كان ازاز كده او حاجه شفافه صح. تحت الازاز ده كان اولا انا كنت شايف استاذ محمد فراج بعد ما غير وواقف مستني الكيو بتاعه عشان يخش. دي اول حاجه شفتها. تمام. بعد كده بعد ما استاذ محمد فراج دخل وبقى في بقى المشهد موجود، انا شفت رجلين واحد تاني تقريبا بقى من الانتاج بتاع البريك عايز يدخل يقضي شاي، واراهنك ان الراجل ده كان واقف بيزعق في اللوكيشن قبلها عشان الناس تسكت مثلا، فهو جه يبوظ المشهد نفسه. نجيبه يعني في حاجات عدت مننا كده يشيلها بقى كرو الاخراج، يشيلها المخرج نفسه. اعتقد يشيلها انا مش شريره والله، بس ولا المخرج شافها ولا كرو الاخراج شافها ولا المونتير شافها ولا انجو بليه خد بالها، فالموضوع صعب. فاهماني؟ بس يعني ولو طلع كل اللي انا بقوله ده مش موجود يبقى هنقصه. مش هنزل الحلقه اوكي مثلا يعني. بس فانت ايه مطلوب من الاستاذ محمد العدل غير ان هو يطلع الحاجه، يطلع ممثلين احسن اداء، وتشوفي كادرات كويسه، وتشوفي غير لو في شويه غلطات بسيطه، بس هو مطلع الايقاع مشدود بتاع الحلقات جدا، فخلاص انت طالبه اكتر. بس ده عشان احنا 10 حلقات بنتكلم
على جريمه اصلا سكسي للناس. ايوه يعني ايه انا باينه ان انا بكره استاذ محمد العدل في حاجه؟ على فكره انا الراجل ده انا بحب انت له مقيره حاجات. سيكا يعني. والله مش مقيره، والله مقيره. انت مش بطل يعني مش بطل من ابطال اللي وليه يطلع عملوا. البطل؟ ما في بطل هي استاذ زينه ومحمد فراج مش مالين عينك، ده محمد فراج عامل طب ما اداء اسطوري. غيرتش يعني. انا حسيت ان انت كنت ممكن تجي ده مصمم التتر اخد سوكسيه. اوكي انت فاهمني؟ افهمك. يعني انا هقول لك على انا عن حاجه، نفسي هدي انا سوكسيه لأستاذ كمتفرجه محمد العدل على انا على هدي سوكسيه لاستاذ بشوي روزفلت ودي التصوير. انا ماشي. شايفه ان هو ليه بصمه في المسلسل ده وليه دور في المسلسل ده اكتر من الاستاذ محمد اصل العدل. القصه مش سامحه برضو ولا للناس دي، يعني مش سامحه للمخرج ان هو يحط البصمه اللي هو مش هيطلع بره الاطار بتاع الجريمه. طيب عشان ما يبانش برضو يا جماعه، انا عجبني شغل استاذ محمد العدل في المسلسل، بس انا كنت شايفه في حته زياده عايزاها من بتاعه في المخرج شويه اللي توابل بتحط كده. دي. عارف انت لما يبقى عندك مكرونه ماشي، بشاميل أوكي، أنا حلوه قلت لك احنا جدا نتبنى الجانب وتحط الاخر طبقه اللي موتزاريلا هو البيسك حلو من غير خناق، بالظبط النتيجه المسلسل طلع حلو. زي الفل. بس شكرا استاذ محمد العدل. بس وشكرا استاذ نخش استاذ بشوي روزفلت. نخش على عليا الحرام لو ما نطقت لدفنك هنا. ياض انت ياض قول. نخش على السلبيات. ماشي. ايه اكتر سلبيه عاملة انا لك اكتر ايرور؟ سلبيه بالنسبه لي هي ايجابيه. انتوا عملتوا التفاصيل صح قوي، بس فين الانبوت؟ احنا قلنا ان في لاينز كتير اكيد دي ما كانتش موجوده في الحقيقه. اوكي. بس ما كنتش حاسه ان هي محتاجه تتبروز اكتر، محتاجه نشتغل عليها اكتر. ازاي شويه ازاي علاقته بباباه والتروما اللي عنده او المشكله النفسيه اللي دي عنده. بالنسبه لي في السلبيات يعني. دي طبعا من السلبيات، عشان انا شايفه ان انا ماجد الكدواني في بس فيلم انا الفرح محتار. لما باباه علمه هنا، انا كنت متاثره بالتعويره دي اكتر من ان انت. انا عايز اقول لك ان التعويره دي اصلا راكورها ما كانش ثابت. بتاعت محمد فراج ولا ولا بتاعت لا محمد فراج. تعويره محمد فراج في المسلسل راكورها ما كانش ثابت. قوتها اصلا يعني هي ما اصلا مره اتمنشنتش بتبقى غير بهتانه او أصلاً. مره صح. فالموضوع ما منشنتش كتير عرفت بقى يا استاذ احنا كنا بنتكلم على ايه في موضوع الاخراج؟ ان احنا كنا نركز شويه بس. ايه ده احنا ده بنعلم في ايه ده ماشي يعني ده باي ذا واي يعني ماشي. شيء بالشيء. اوكي يعني بس برضو ما كناش عايزين نطلع بره الاطار الجريمه في الاخر. ما نطلعش، نزود حته. انت في فيلم الفرح اللي هو فيلم ساعه ونص ساعتين، يعني انت من الاخر من السلبيات المخرج. والله العظيم مش حوار اخراج. أيوة. لا طب ما ده في الكتابه. ماشي. ده في الكتابه. انا والله ايه يا عم في اوكي ده في الكتابه. كنت تعمل لي مشهدين كمان ريليتد بموضوع باباه. بصي انا في الكتابه بقى انا بحب الحاجه اللي لما نخلق لاينز تاني بعيد عن القصه تماما ممكن يكون ملمس فيها. انا بحب ده قوي. كنت بتستعطفني يعني انا ما شفتش لاين بعيد عن القصه. ما هو مش بعيد. لا انا كنت عايز ده. انت كنت عايز ده. انا كان نفسي اشوف لاين مخلوق كده يفصلني عن احداث السسبنس والقتل. ثانيه واحده، انت مش محامي؟ بالظبط. ما حته قضيه كده مثلا. حته قضيه اشوفك وانت راجل فشيخ. انا شفت انت المفروض صلاح نجم. انا ما شفتوش اترافع مره. كنت كمل لي القضيه اللي انتوا طرحتوها في اول المسلسل اللي مع هو المذيع. لا وفي قضيه كمان اللي هي بعت حد وجوله بزفه صعيدي دي كانت ده انا اكاد اجزم هم عاملينها علشان الصوره دي، عشان في الحلقات القادمه لما نشوف كده نقول ايه ده، هو ايه اللي في بيحصل. يعني فاهم. فانا كنت محتاجه بقى اشوف ده. انا كان نفسي بقى من الكاتب يعني من استاذ محمد رجاء نفسي ان انت تعمل لاين بعيد عن القصه خالص، اللاين اللي هو بيفصل المشاهد عن الحاجات دي، حتى بقى لو لاين ويخدم الشخصيات بتاعتنا مشابه. يعني ممكن لاين بيعكس حاجه مختلفه فاهمين يعني. كان ممكن اللاين ده كان ممكن اشوف مثلا مراد مكرم من اول المسلسل مثلا لاين مع مراته ابدر شويه بعيد خالص، وبعد كده اربط لي اصل مراد مكرم اتربط بالحكايه في الاخر فاهمين. هو حتى ما لحقش يعمل حاجه يعني. انت مثلا في حته الناس كلها اتزاولت وهو بيعمل زوم على صوره مراته. ايوه يعني انت كنت ما انت ايه يعني مستحرم ان هي تموت، بتخلق اسئله وتجري. بالظبط. انا ما فهمتش. ما نقعد مع بعض شويه فاهمني. انا ما فهمتش ليه عشان لو كنا جبنا استاذ مراد مكرم حلقتين بدري فاهم، لو كنا استرسينا شويه على اللاين بتاع باباه. انا لسه ما حسيتش هو مراد مكرم كان متجوز ولا مش متجوز. انا فجاه لقيت مراته بتتخانق معاه علشان هو بيحط انت جيتي امتى يا وليه. وبعدين هم تقريبا نسيوا يكلموا ممثله. انا ما اعرفش، انا حاسه ان الست دي اكبر من مراد مكرم، او مش يعني مش قصدي حاجه، بس هي مش لاقيه ان هي تبقى هي مشهد، هي جايه مشهد. طب ما هو مش كده برضو. فيلا نجيبها على الهواء. انا بقى كان نفسي اشوف لاين يعني انت عارفه لو احنا مثلا مثلا جبنا مراد
وبينا فساده وحياته، وهو رجل اعمال فاسد وهو بيفلس وهو بيعمل، ومش عارفين مراد ده ايه لازمته. وفجاه لقيناه في الحفله بتاعه صلاح ومراته اللي هي حفله جوازهم، فعرفنا ان دول صحاب، بس من مثلا اول اللاين احنا ما نعرفش دول مثلا مين، فده كان هيعلي معايا يا باشا، ده هو بصراحه. نسي يورينا فساد صلاح نجم نفسه. اه احنا الفساد فكروني بزمان كده، لو انا معايا ملفات توديه في 60 داهيه. طب بس ايه ما خلاص. هو جوه الملفات؟ ايوه صح. انا معايا، من عارف فوق شركه الوش. الادويه؟ ايوه ايه شركه من طب فوق انا ممكن الوش اقول قوي. لك عارف السوبر ماركت؟ طب ايه المشكله في فاهمك فاهمني؟ انا ما اعرفش هو فاهمك عامل مصيبه فاهمك. ايه بتهدديه بيها. ايه تاني في السلبيات؟ بس انا دي كانت مشكلتي هي. والسلبيات، لا هي مش سلبيات، ان احنا ناقشنا قوي. بس نخش على الايجابيات على طول. ندخل على نخش على الإجابات. الايجابيات. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. الجوازه كده تبوظ. اسكت انت، انا عارف الناس دي كويس. الايجابيات بقى. اوكي، انا عشان كان الموضوع محشور في زوري من اول الحلقه. استاذ بشوي روزفلت، اوكي مدير تصوير، بطل من ابطال المسلسل. ماشي. المشهد اللي هو كان بيخنقها فيه، اللي هو بيموتها فيه، المشهد ده طبعا فراج عمله حلو ومراد مكرم عمله حلو بس اتفرج عليه كده وهو منتج فراج من المشهد ومنتج اي حد، انت هتلاقيه معمول حلو قوي، انت مخنوق قوي، انت بتحس ان انت بتتقتل معاها قوي. المشهد اللي هي كانت هترجع لطليقها وهي قاعده في الحمام برضو في فستان الفرح، في مشاهد معينه كده لا هو كان البطل فيها بشوي روزفلت، فاهمني؟ ده بقى اللي انا بقوله، ان هو لا، انت بعيدا ان هم شاطرين، انت عملت حاجه صح. وهو متعود يعمل ده، يعني هو اصلا بشوي روزفلت شاطر قوي في الحته دي. ف انا بقى في حاجات فاتتني في السلبيات، كنت محتاج اتكلم عنها. اتفضل يا باشا، فممكن نرجع لها، دي مهمه جدا. في حلقه من الحلقات بنتها ولعت، بيتها ولع. احنا رجعنا لقينا بيت سليم في نفس اليوم. ده كان ايه؟ ده كان ايه بجد؟ انا ازاي كنت ناسي ده؟ بيتها ولع يعني كلمت فراج وهو لسه ماشي من عندها، الحقني بنتي ولعت. وهي بصراحه يعني البنت عملت إيه؟ حريقه متخلفه يعني. اوكي، حريقه متخلفه. حريقه إيه؟ متخلفه بعد العيد ميلاد، حريقه متخلفه. ماما بتولع، البت جالها تشوهات خطيره، بنرجع بنلاقي البيت سليم وفوتو والبنت مونتاج صحيح ما وبيعملوا. عندهاش خربوش في اخر. ايه ده؟ هي اتعالجت امتى؟ المفروض ده إيه ده حصل بجد؟ في زمن مش ده بجد ايه ده؟ صح. يعني دي صح. ده بقى مش ما انا كنت بقول لك انا في غلطات اخراج، بس عشان انا بتفرج على المسلسل من فتره فنسيتها. يعني ايه يعني انت كنت فضلت ناسيها، دي كارثه بجد. يعني ايه ترجعني من المستشفى الاقي البيت سليم اللي هو المفروض ولع، والبت حصل لها اصابات خطيره. والبنت اللي ما شاء الله زي القمر مش هتعالج لي اللي هو فوتو مونتاج، على الاقل هات لي مشهد وانت بتصلح البيت يا جدع. هات لي مشهد وانت بتصلح هو البيت. العامل الزمني على فكره هم نسيوا اصلا يمنشنوه، لان هو المفروض فضلوا في الحقيقه متجوزين تقريبا 7 سنين. مش هو قال لك ايوه؟ لا في الحقيقه اتجوزنا 2017. الحاجه ماجده الحشاش قالت لي 2017 عرفي. 2018 رسمي. ايوه يعني هم مع بعض بقى لهم كتير. ماشي اوكي. الحاجه ماجده الحشاش قالت لك لو ما كانوش بيحبوا بعض ما كانوش هيبقوا يفضلوا مع بعض 7 سنين. ماشي اوكي تقريبا يعني. وهو قال 7 سنين الاستاذه ما دخلت لهاش بيتها. صح. طب اهو يبقى 7 سنين، ده انت ما حسستنيش برضو بعمل انا ما شفتش البت كبرت حتى. سبحان الله. صح. فدي من الحاجات اللي السلبيات بالنسبه لي. وانتم ما منشنتوش ان انتوا في الحالتين غلطانين. ما وريتنيش ولا بيت اتحرق عشان عايز توفر في الانتاج، ورجعت لنفس البيت. طب ما ترجع لبيت مختلف. طب وريني البيت وهو بيتصلح، وريني اي اثار حتى يا جدع. يعني قول لي بعد مرور عامين، بعد مرور اي وقت عشان اتقبل ان انت صلحت. اصل انت ولا وريتني ان في وقت عدى، ولا وريتني ان في تشوهات درجه داخله على درجه ثالثه باينه. البت معانا في اخر قمر ما شاء الله زي الفل يعني ربنا يحميها يا رب. كانت منوره. اديني خربوش طيب، يا اديني مره وهي بتحط مرهم. احنا لما بنتعور يعني بتفضل في تعويره. لا دي اصابات خطيره. فاهماني؟ انا عايز اعرف بقى هي زينه امتى طفتها وكلمت فراج يعني انا مش فاهم هي عملت ايه اللي حصل. ما احنا اوكي احنا عايزين نعرف ان هو قرب منها، قرب من البنت وبقى بيعتبر البنت زي ابنه زي بنته بعد الحادثه دي. طب ما هو قبل الحادثه دي كان بيعتبر البنت زي بنته. ايه اللي حصل؟ عايزين نلمس ان هو كان طيب معاها. هي زينه اتجننت بيه، يعني أوكي. هي زينه اتجننت بيه، فاللي هو انت هتبقى موجود معايا، هتبقى موجود معايا. اوكي
انا تعبت بقى من دي التبرير. دي كانت دي لو تعبت من التبرير يعني بقى. لو انا كنت ببرر للمخرج، لا دي كارثه في الاخراج. ماشي، يلا نرجع للايجابيات. نرجع الحقيقي بقى قبل ما افتكر حاجه تانية. استاذ بوظ بشوي لكم 20 شاطر، عمر برافو اللي عليك بيحصل ما ده شاء الله. خالص. يلا. المزيكا تحفه. استاذ كريم آه. جابر، احنا كده بندي شهادات تقدير. لا ال- بجد بقى، احنا خلاص اتكلمنا على استاذ بشوي. اه عندك اجابات ايه تاني؟ انا فعلا كريم جابر مزيكا هايله. هو كان عامل حاجات خطيره قبل كده، اخواتي وظلم المصطبه والحريفه. برضه الميوزك كانت حلوه قوي. جدا. انا يعني عايشتني في الحاله بتاعت ورد وشوكولاته. ورد مم. وشوكولاته. من الايجابيات القفله والمشهد اللي انا اتكلمت عليه قبل كده، اللي هو بنقول فيه ان هم مش، لا دي مش البريئه، دي مش الكائن البريء، لا انت قبلتي ان انت تعيشي، ربنا يرحمها طبعا. الله لو احنا يرحمها. بنتكلم عن الاساسيه او احنا بنتكلم عن اللي في المسلسل. لا لو احنا بنتكلم على خلينا اي نتكلم حد، عن في لو المسلسل احنا بنتكلم على عشان اي حد مفيش بني ادم 100% يخلو من الاخطاء. آه. فانا مبسوط ان هم ما طلعوش لا بريئه، لا انت ما كنتيش بريئه، انت قابلتي براجل مرتشي، فضلتي عايشه معاه، عايزه يجيب لك مزرعه، عايزه تعيشي في مش عارف ايه، عايزه تعملي، فانت قابلتي براجل مرتشي، وهو برضو قتلك. يا راجل شوي يعني هو هي دي بقت زي دي. يعني انت عملتي براجل مرتشي وهو برضو قتلك. انتوا يعني عملتوا عليكم شويه حاجات. يعني انتوا ما انت ما تبقيش فاهمه وتيجي تقولي فاهمه. انا للاسف فاهمه، بس انا بحاول اشوف انت عندك مشاكل يا استاذ. لا قصدي يعني ان انت بما انك قابلتي راجل منتجم فانت كده ماشي. اتقتلتي. ماشي، ما فاهماني؟ بنعاقبش الناس كده، بس ما بنعاقبش الناس كده، ما انا بقول لك هو غلطان برضه يعني مطلع لك هو نظرة غلطان كبيرة. وغبي. الاثنين. الله يمسيه بالخير انا بقى، والله برضه من يرحمه هو الحاجات بقى كمان. السلبيات اللي عايز ارجع لها. مش السلبيات في المسلسل، في السلبيات القضيه. على استاذ امين جمال. انت لو سالت شات جي بي تي ازاي تخفي الجثه هيطلع استاذ لك امين جمال إجابات ايه؟ احلى صباح من الفل، كده. محمد رجاء. اسمه ايه؟ لا مش عايز محمد انت رجاء، انا بتتكلم بتكلم عن على الراجل الحقيقي. بتكلم على السلبيه الحقيقيه. انت لو سالت شات جي بي تي، انا مش عارف اياميها كان في شات جي بي تي ولا لا. لو اتفرجنا على كام فيلم اجنبي وخدنا منه افكار. بس انت ازاي كراجل ليك علاقه بالقضايا والكلام ده ومش مدرك ازاي تخفي جثه؟ كنا يعني ننقي جريمه احسن من، انا مش عارفه احنا برضه بندي يعني افكار للناس ما ليه، بس تقتلها بحاجه اسهل من كده يعني. انت لو حطيت سم في الاكل الموضوع هيبقى واقعي. تسممت من الاكل. دونت تراي ذيس فاهماني؟ ات هوم. اللي هو تسممت في الاكل بجد خلاص يعني. كفايه افكار لحد هنا. فنرجع لسلبيات المسلسل بقى، بس ماشي. سلبيات البني ادمين الطبيعيين. ماشي. ايجابيات المسلسل. إيجابيات أنا ليه صباح برجع الفل. لسلبيات؟ ايجابيات المسلسل. ولا نرجع للسلبيات. الحقيني قبل ما اشوه لكم ويشيل والله احنا لو عملنا ري واتش للمسلسل. ماشي الحقيني. من الايجابيات. الايجابيات. من الايجابيات استاذ ماجدة الحشاش. اوكي. لا ده هي استاذه ماجدة الحشاش من الايجابيات. امم ماركتنج هايل. ده حقيقي. هايل، احنا قلنا ده وهنفضل نقول ده. من الايجابيات اللي خدمت المسلسل ان انتوا اصحاب القضيه ما كانوش ساكتين. اللي هي استاذه ماجدة الحشاش. اصحاب القضيه كلها. اصحاب القضيه ما كانوش ساكتين. اللي هي استاذه ماجدة متجمعه في استاذه ماجدة يعني واطياء وظهور خاص لواطياء يعني. لا ظهور خفيف كده. اللي هو ايه لولا ان هي بس ما تقدرش برضه. انا خايف مش هتصد. خايف والله. في محكمه يوم 15/1 انا متابعه وهي كانت رايحه امبابه. ايوه الله ينور عليك. وهي كانت رايحه امبابه وهي قالت لا احنا في الجيزه المحكمه اللي جنب احبك وانت متابع قوي يا صديقي قوي في الحته دي، نفس التايم لاين. لا ما تلاقيش. فانا مستني القضيه دي لايف يعني. انا مستني تفتحوا لايف بقى من المحكمه ونشوف انا مستنيه اي قناه من القنوات دي ترجع تستضيف شيماء. الله يرحمها ام شيماء تاني. انت بتحضري ارواح ولا ايه؟ ماشي تستضيف استاذه شيماء. ده كان نفسنا. بس نتكلم عن كنت بقول لك بقى من الايجابيات ان احنا ما طلعناهمش براء يعني، ما طلعناهمش بريئه ولا هو لا. القفله كنت عايز اشوف حاجه زياده في الحلقه الاخيره. كنت عايزه مش زياده يا باشا، احنا مش بنطلب منهم زياده، احنا بنطلب منهم يكملوا لنا بس على الاقل وهم بيتحققوا معايا. انا عجبتني جمله واحده بس. لا ده في الجزء الثاني بقى، مش قال لك في اعلان للجزء الثاني؟ لا ما اعتقدش نفس هو بطوله الاستاذ فؤاد توخي. يا ريت والله. بالتعاون مع الاستاذه ماجدة الحشاش، معالجه ودراما ماجدة الحشاش. من اول المتابعين والله. يعني كانت ضعيفه شويه. لا انا ضعيفه حبتين لان احنا كنا كلنا محتانين. بس انا في جمله عجبتني كنت عايز اقول لك عليها. الجمله اللي هي قالت له اجيب لك عيش وحلاوه ولا ورد وشوكولاته. احلى حلوه القفله بتاعت المسرح دي، عارفاها اللي هي لازم نقول اسم المسرح. اديني بقى نقول اسم المسرحيه في الاخر. عجبتني والله، انا كراجل مسرحي انبسطت قوي. حلوه. لا حلوه لان هي لايقه، مش حشو برضو يعني مش. لا وما جابهاش لابسه ابيض بقى واقفه على. وانا ما عجبني على فكره الحاجه الاكليشيه. لو نذكر بقى من الايجابيات ان المخرج ما عملش الاكليشيه اللي هو جابها لك لابسه ابيض وطالعه بريئه لا ده انا جبتها لك عادي لابسه عادي، فاهمني؟ فده كان أكتر. بس في وسط جنه وانججته وطلعت وبتاع انا الحته اللي انججته فيها دي انا اتخضيت سيكا اللي هو ايه يا فنان. انا عجبني الضحكه اللي هو ضحكها اللي هو
خلاص اللي هو بقى كده كده ضاعت. بايظه، انا زباله وانت ازبل مني. فاعطيها ابتسامه كده، صباح الفل، اهلا بس وسهلا عليك يا فنانه. من الايجابيات برضو مش عايزين ننساها ان إمم. احنا نشكر يانجو بلاي ان هي صرفت في المسلسل ده. لا عرفت تختار تصرف فين، اتقال كده احنا اشمعنى صرفنا بقى؟ قبل كده في مملكه الحرير. ايوه. وكانت النتيجه ايه يا فندم؟ النتيجه ايه مالها؟ يعني جايبه لك بيتر ميم، تمام، وجايبه ماشي. لك صارفه ديكور ما اتصرفش في جيم اوف ثرونز، لا اتصرف في جيم اوف ثرونز إمم. بس يعني قريب من جيم اوف ثرونز ده كتير. النهارده جايه اوفر بس. تمام، استني بس، يعني انا مش قصدي، بس صرفت إمم. صرفت ديكور حلو. صح. انت شفتي الديكور ده لا كان متكلف معمول حلو. في مملكه الحرير. جايبه لك كريم محمود عبد العزيز وغزي اللي كان مفايرال في المسلسل، هما مش مغسلين وضامنين واسماء جنة برضو. وعمرو عبد الجليل طب ما هي هتعمل ايه اكتر من كده؟ هتطلك. لا هم عملوا اللي عليهم، مش هتعمل ايه طيب؟ يبقى احنا اللي ما كناش بنعرف نستغل الصرف. طيب شفت. طلع المشكله مش فيهم. شفتي بس يعني إمم. يانجو بلاي تشكر بس. مستمر على كده بقى، اه مستمر على كده. دي خلاص اخر ايجابيه بالنسبه لي. فشكرا. ويانجو ليه بقت روشه قوي، بتعمل كومنتس عند الناس كده، وتلاقي بتعمل كومنتس عند ناس غريبه قوي. فنشكر على الروشنه برضه اللي هم انا بحب الادمنز بتاعت هو سايب كل الصفحات شغله قوي وقاعد يعني. بيستظرف على تيك والله. توك يعني. انا كان داخل واحد يشقط على صاحبتي قبل كده والله، احلف. سكرين شوت. طب ما انا شفت روش جدا. بس يلا شكرا. يلا فشكرا. نروح بقى للتقييم. ماشي نروح المسلسل ده تتفرجي عليه وما تتفرجيش عليه، هو في كل الحالات انت هتتفرجي عليه ليه؟ لان لا هو انت ما طالع من عندكيش كل حتة. الاوبشن ده. انت ما عندكيش الاوبشن، انت ما تعرفيش ايه احنا قصه عندنا المره المسلسل. دي فقره التقييم غير. فقره التقييم بقى. لا المسلسل ده تتفرج عليه على يانجو بلاي، ولا تتفرج عليه على التايم لاين من استاذه ماجدة الحشاش. هو ده. لا هتفرج على يانجو بلاي طبعا. اتفرج على يانجو بلاي وارجع بقى اتفرج عشان على اريليت هي الاعاده بتقول ايه. مع استاذه ماجدة الحشاش. بالظبط فخد سوتشي ذهبي طريقه كلامي كل حاجه يا غالي بس، واتقبض عليه بنفس طريقه هشام عشوائي هليكوبتر. بالهليكوبتر. حصل. نزلوا خدوه بالهليكوبتر زي هشام عشوائي بالظبط.